الف مبروك سعادتك يا باشا. والله كلنا فرحنا يا معالي الباشا. متشكرين متشكرين خالص. اتفضل اتفضل. استنى يا حسام عشان عايزك. امر معالي الباشا. انا جبتك معايا هنا الاداره. ده شرف كبير ليا يا باشا ان اخدم مع سيادتك. بقى انت يبقى جدك منير بيه الجوهري، ما تقوليش؟ ايوه يا باشا. هو معاليك تعرفه؟ اللي اعرفه ده راجل محترم كباره من بتوع زمان اللي ما يتعوضوش. رحت له المحل بتاعه كذا مره. بنتي ميرفت زبونه عنده غاويه انتيكات يا سيدي. ده على كده بقى يا معالي الباشا احنا لازم نبعت اشاره لجدي لحسن يودينا في داهيه. انا عارف اسعاره في السماء. لا لا، المساله مش محتاجه توصيه. بنتي بتاخد منه اللي هي عايزاه وبتدفع له وقت ما هي عايزه. قلتليش اخبار اخوك ابراهيم ايه؟ كويس يا معالي الباشا. عاقل كده وبقى كويس. حصل يا معالي الباشا. انت حلال. دي ميرفت الظاهر الطريقه الجديده دي هتدبسني في هديه من عند جدك. ايوه ميرفت، ايوه حبيبتي. ايه مالك؟ تكلمني منين؟ في ايه؟ طيب ما تعيطيش، فاهميني. انت فين؟ طيب انا هبعت لك واحد من عندي من المكتب. عملت حادثه على المحور يا سيدي. ثواني وهكون عندها مع الباشا. ها العربيه شكلها ايه وماركتها ايه؟ كم واحد كانوا فيه؟ نقيب حسام عزو يا فندم. الباشا بعاكي لحضرتك. ايه اللي حصل؟ شوية عيال كانوا بيعاكسوني وبيزنقوا عليا لغاية ما دخلت في السور. كانوا راكبين ايه؟ عربية خنزيرة خضراء ونمرها سودا. أنا لمحت أول رقمين 6-9. كانوا كام واحد؟ 2. عمليات. ده تحفة يا إيناس. انت عارفة سمعان الجواهرجي قدروا بكام؟ ب75,000 جنيه. شفتي بقى؟ اما اتقمصنا قمصة صغيرة جالنا الخاتم الألماس ده، يعني قمصتين كمان وناخد المحل والقصر كمان لو عاوزين. بقولك ايه يا أنوس، ما تشوفي لي حد من العيلة دي اتجوزه أنا كمان، ولا هي العيلة ما فيهاش رجالة غير حمادة؟ لا ازاي؟ بس كلهم محجوزين. كمال متجوز ومخلف ولاد كبار. خلاص شوفي لي ابنه. ده لسه عيل في الجامعة يا جيجي، يعني ده مش عشان تتجوزيه، ده تاخديه تتبنيه. يبقى مش فاضل بقى غير علاء عزه. علاء أصلا مش بتاع جواز. خلاص يبقى مش ناقص بقى غير انك تسلفيني حماده. هو حضرتك اسمك حسام عزو؟ ايوه يا فندم. منير بيه الجوهري يبقى جدك صح؟ ايوه يا فندم. ده كلمني قبل كده عليك كتير قوي، بيحبك قوي. بيقول إن حسام ده مش حفيدي، حسام ده زي ابني بالظبط. ربنا يخليك يا فندم. الو. يا بابي. لا انا كويسه يا بابي، ما تخافش عليا. انا حسام بيه موصلني. لا العربيه هيودوها على البيت. ماشي يا بابي ما تخافش. اوكي اول ما اوصل هكلمك. باي باي. الو مين؟ ابدا الاشاره. تعال نستلم يا باشا، واحنا عند كريم كفر الجبل. صح عمليات. انا في الطريق. ادوا الرخصه بقى يا عم. يا عم بالراحه بقى. ما تخليش بقى صف بقى. يا عم الرخصه بقى يا عم. يا عم ادوا الرخصه بقى يا عم بقى يا عم. ارجع لورا كده. اقف مكانك كده. انا بقول لك يا عم ادوا الرخصه بقى. انت اهو. انتوا اللي خبطتوا عربيه الانسه. وانت مين بقى سعادتك؟ يا بني ادم انا اللي بسالك. هي اللي مش عارفه تسوق، خبطت في السور لوحدها. ما لمستوهاش يعني. لا ما لمسناهاش. والبويه الخضراء اللي في عربيتها دي جت منين؟ انا عارف بقى اسالها. يا بني ادم بكلمك. بقول لك ايه، ابعد من عن وش السعاده يا حسام شويه. اسمع يا شريف، المره دي بقى لازم نهز الجامعه كلها. انا محضر خطبه هقولها للطلبه زي الرصاص. لا لسه ما كملتهاش. طب اسمع المطلع بتاعها ده جامد قوي. شوف يا سيدي، بأمر النظام نحن معزولون عن المشاركة في الحياة السياسية. بأمر النظام
نحن أسرى داخل أسوار السجن الجامعي. هل نحن نرتد للوراء؟ هل نحن مطالبون بالتخلف عن قضايانا حتى تسعد حكومتنا؟ إن كل الثورات والانتفاضات التي قامت في تاريخنا قادها الطلاب، وكانوا دائما في المقدمة، في الطليعة. فهل أصدرت الحكومة قرارا بإعدام النخبة؟ طيب يا شريف، هكلمك بعدين، ماشي؟ ايه اللي انت كنت بتقوله ده يا ابراهيم؟ لا، ده أنا كنت براجع مع شريف حاجة في المنهج. انت بتكذب على امك؟ تكذب على امك يا ابراهيم؟ فاكرني عبيطه ولا هبله؟ من امتى الواد شريف ده كان بتاع مذاكره؟ بقول لك إيه يا ماما، أنا ما عدتش عيل صغير. لا، صغير ولسه صغير، وهتفضل في نظري طول عمرك صغير. انا مش هسيبك تضيع نفسك مع الواد السو ده اللي اسمه شريف. يعني إيه؟ هتحبسيني في البيت؟ هحبسك في البيت يا ابراهيم، ولا كبرت عليا خلاص وما بقتش قادره عليك؟ بقول لك إيه، أنا عارف كويس أوي أنا بعمل إيه. انت لا عارف بتعمل ايه ولا فاهم حاجه ولا حاسس بحاجه. دول رفدوك من الكليه وما صدقنا ان هم رجعوك. ايه يا ابراهيم؟ عايز تموتني؟ عايز نشق هدومي يا ابراهيم افرج الناس عليا؟ يوه، هو ايه اللي يو؟ وديني وايماني ما انت خارج، واشوف بقى يا كلمتي يا كلمتك يا ابراهيم. اوعى. ادي الباب اهو يا سي ابراهيم، وادي المفتاح، وريني بقى هتخرج ازاي. لازم سي حماده يشوف له حل مع ابراهيم، ده ملموم على عيال هيودوه في داهيه هيضيعوه. اخص عليك يا ابراهيم. مش عارفه اعمل معاه ايه يا ست نون، انا احترت خلاص. تجيبيه وتيجوا تقعدوا هنا، يبقى قدام ابوه لا يعرف يروح كده ولا كده. طب انا اجي اقعد هنا ازاي بس؟ ده لا مؤاخذه يعني سي حماده متجوز دلوقتي خلاص يجي هو يقعد معانا. ان شاء الله حتى الكام شهر اللي فاضلين لحد الامتحانات ما تخلص. وماله، بيته وبيت ابوه، وانا غلبت وريقي نشف اقول له يا ابراهيم تعالى اقعد معانا. ما هو مش هيسمع من حد يا ست نونه غير من سي حماده نفسه، لازم هو اللي يقوله تعالى اقعد هنا يا ابراهيم. انا عارفه ابراهيم نفسه عزيزه. يعني الغدا هنا ايه ده؟ عيشه هنا. ازيك يا عيشه؟ تسلم من كل راضيه يا سي حماده. ازاي يا ابراهيم؟ بيبوس ايدك يا سي حماده. حماده نعم. تعالى حبيبي عايزاك. ايوه. في مصيبه سودة، في بلوه هتطبل على دماغنا كلنا. بلوة ايه؟ انت تروح تجيب الواد ابراهيم بشنطه هدومه بكراريسه. ليه؟ يجي يقعد معانا هنا. هم انطردوا من الشقه. انطردوا ايه؟ الواد ماشي في سكه بطاله. بيعرف بنات. بنات ايه بس؟ الواد عامل لي فيها سياسي وعايز يعمل انقلاب في الحكم في الجامعه. الحق جيبه قبل ما يجرسنا ويقولوا له فين ابوك ويجيبوك ويحققوا معاك. مش عارف الواد ده طالع لمين يا عيشه. انا مش مصدق. وانت ساكته كل ده؟ قولي لي اديني خبر. ما انت عندك مشاغلك برضه يا سي حماده. بس ده اهمال يا عيشه. انت ما ربيتيش ابراهيم كويس. انت عارفه انت لو ربيتيه كويس ما كانش ده حصل ابدا. حسك في الدنيا يا سي حماده، حسك معانا يا اخويا. اتفضل اتفضل يا سي حماده، البيت نور. هو فين الاستاذ؟ يا ابراهيم، يا ابراهيم تعالى ابوك هنا وعايزك. أهلا يا بابا. انت لسه هتقول اهلا يا بابا؟ اتفضل يلا لم هدومك وكتبك، هتيجي معايا دلوقتي حالا. أجي معاك فين؟ فين يعني ايه؟ في البيت. تركز الكام شهر تذاكر كويس. انت مش في تالتة دلوقتي؟ أنا في البكالوريوس يا بابا. ما شاء الله. طب ما خلاص هانت اهي. يلا خلص الكلية عشان تيجي تمسك لي حسابات المحل. حسابات إيه؟ أنا في سياسة واقتصاد. امال مين اللي في تجارة؟ مش مهم. سياسة واقتصاد تجارة ما تفرقش. يلا ادخل لم هدومك يلا عشان هتيجي تقعد معايا في البيت. اتأخرت قوي يا بابا. اتأخرت 22 سنة. اللي قعدني السنين اللي فاتت دي كلها هنا، يقعدني كام شهر اللي فاضلين دول كمان. ايه يا ابني؟ وانا جاي لك عشان تقطمني؟ اللي بقوله يتنفذ. ادخل البس هدومك يلا هتيجي معايا. طب والست الغلبانة اللي شقت معايا السنين اللي فاتت دي كلها، أسيبها لوحدها وأمشي؟ لا ما تسيبهاش. عيشة لو عايزة تيجي أهلا وسهلا. إيه رأيك يا ماما؟ تحبي تيجي تعيشي معانا في قصر عزه باشا عشان تخدمي الست مرات أبويا الجديدة؟ عيب، عيب الكلام ده يا ابراهيم، عيب. الواد ده حصل له ايه؟ ده ما كانش كده يا عيشة. ده بتتكلم كويس يا ابراهيم. يعني ده جزاء ان انا جاي اخدك من هنا؟ واشمعنى النهارده بالذات قلبك حن وجيت لغايه الحاره عشان تاخدني اعيش معاك؟ انت مش خايف عليا؟ انت خايف على نفسك. يا ابراهيم
انت بتكلمني كما لو كنت رميك ومش سائل فيك. مش ماما نونا بتجيلك كل شهر يعني؟ ايوه. انا مش سايبك يا ابني. حتى الشهريه اللي بتبعتها لنا ماما نونا مش حبا فينا، برضه الخوف هو السبب. الخوف على اسم عزو باشا. احسن امي تروح تشتغل في البيوت وتبقى الست مرات حماده بيه عزو بتشتغل خدامه. اخرس اخرس يا قليل الادب.